بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خرسندیم که امروز توفیق دیدار مردم عزیز لبنان رو پیدا کردم. بسم الله الرحمن الرحيم. سعداء للغاية بوجودنا اليوم في زيارة إلى لبنان والالتقاء بأبناء لبنان. لبنان کشور دوست ما است لبنان يعتبر بلدا صديقا لنا و یک سابقه تاریخی طولانی در روابط بین ایران و لبنان وجود دارد. ولكلا البلدين سابق طويل من العلاقات التاريخية والقديمة. و امروز هم این روابط بسیار نزدیک است. واليوم وفي هذه المرحلة الحالية لدينا أحسن العلاقات مع لبنان. و ملت لبنان در مقاومت در مقابل صهیونیستان از یک درخشندگی برخوردار بودند. فعلا ان الشعب اللبناني وخلال تصديهم للكيان الصهيوني المحتل كانوا نجما متألقا. مردان لبنانی قهرمانان این میدان مقاومت هستند. الرجال اللبنانيون هم الأبطال في ساحة المقاومة هذه. که یکی از اونها شهید حسن نصرالله است. وفي مقدمة هؤلاء الأبطال هو الشهيد السيد حسن نصر الله. امروز من ملاقاتی با رئیس جمهور و جناب آقای نبیبری داشتم. عقدت اليوم اجتماعا مع فخامة رئيس الجمهورية وكذلك دولة رئيس مجلس النواب اللبناني. برای ما وحدت لبنان و توفیق لبنان در پیشرفت‌های آینده مهم است. بالنسبة لنا وحدة لبنان ونجاحه في الإنجازات وكذلك التطور والازدهار أمر غاية في الأهمية. سیاست جمهوری اسلامی این است که کشورهای منطقه مستقل و قوی باشند. إن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبنية على أن تكون دول المستقلة في المنطقة قوية متمكنة ومقتدرة. به خلاف برخی از کشورها که دنبال تسلیم کشورهای منطقه هستند. وهذا النهج يأتي على عكس ما يميل أو تميل إليه بعض الدول لاستسلام دول المنطقة. ما بر همکاری دوستانه با کشورها تأکید داریم. نحن نؤكد دوما على التعاون الودي ملؤه الصداقة بين البلدان. نه دستورات زمان بندی شده. ولسنا نؤكد على بعض الأوامر التي من خلالها يتم تحديد جدول زمني ما. و ما معتقدیم از درون گفتگوهای بسیار صمیمانه در لبنان میتوانند تصمیمات خوبی بگیرند. نحن مؤمنون انه ومن خلال الحوار الودي الشامل والجاد في لبنان يمكن لهذا البلد الخروج بقرارات صائبة. و ما سعادت مردم لبنان در کلیت اون رو از خداوند میخواهیم. ونسأل الله سبحانه وتعالى السعادة والازدهار للبنان وشعبه العزيز. سيد لاريشاني، ما هي نقطة القوة اليوم لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تدفعها إلى زيارة لبنان والتأكيد على الوقوف إلى جانب حزب الله في وجه الموقف العربي وأيضا الموقف الأمريكي وتحديدا أيضا الموقف السعودي اليوم؟ ما هي نقطة القوة التي تملكونها؟ هل هي احتمالية مفاوضات في الأيام المقبلة مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي سيكون لحزب الله أو ملف حزب الله حصة كبيرة فيها؟ و اینکه آیا پرونده حزب الله یکی از این نقاط قوت هست در سایه تحولاتی که امروز شما دارید با قوت ایران مربوط هست به همبستگی ملی که در ایران هست. نقطة القوة لإيران هي
مرتبطة تماما بهذه الحالة من التماسك والانسجام والوحدة بين أبناء إيران. قدرت ایران مربوط به یه انقلاب مردمی عمیق است. وإن قوة إيران هي تنبع من الثورة الإيرانية القوية التي حصلت. انقلاب ایران یکی از بزرگترین انقلاب‌های مردمی بود. حيث أن الثورة الإيرانية لا تعتبر إحدى الثورات التي سطرها الشعب على مستوى العالم. ما هیچ وقت به دوستانمون به عنوان یک ابزار نگاه نمی‌کنیم. نحن لا ننظر على الإطلاق إلى أصدقائنا كأداة. ما فکر می‌کنیم مقاومت از یک شعور عمیق و فکر وسیع برخوردار است. ومؤمنون بأن المقاومة تتمتع بشعور عميق وتفكير استراتيجي قوي و نیازمند راهنمایی خیلی نیست. من هذا المنبر تكررون أنكم لا تؤكدون أو بمعنى آخر لا توافقون على جدول زمني محدد. ألا تعتبرون أنكم تكررون ما اعترض عليه الكثير من اللبنانيين اليوم أنكم تتدخلون بشؤون لبنانية بحت وهي موضوع حصر السلاح واللي هو قرار حكومي، واليوم ألم يحن الوقت لآراء إيران أن تطلب من حزب الله أن فعلا يسلم بمنطقة الدولة كون إيران اليوم تدعم وتمول حزب الله وهذا ليس سرا. میگم که آیا شما به جدول زمانبندی اشاره کردید و اینکه مداخله‌ای ندارید. ما میخوام بدونیم که یک همچین تصمیمی که الان دولت لبنان اتخاذ کرده و اعتراض به این موضوع آیا به این مسئله نیست؟ خب ایران کشور هست خودش و این شرایط رو کاملا بهتر میدونه که نباید همچین اتفاقی بیفته. کشورهای بیرون از لبنان نباید دستور به لبنان بدن. أقول بأن الدول خارج لبنان ينبغي لها أن لا توجه أوامرها من الخارج إلى لبنان. ملت لبنان ملت رشیدی است، خودش میتونه تصمیم بگیره. وأقول بأن الشعب اللبناني هو شعب أبي وشجاع وهو يستطيع ويتمكن من اتخاذ القرار بنفسه. و هر تصمیمی که دولت لبنان با همفکری مقاومت بگیره مورد احترام ماست. وأي قرار تتخذه الحكومة بالتعاون والتنسيق مع فصائل لبنان نحن نحترمها تماما. بحث زمانبندی که من گفتم مربوط به اون چیز ورقه‌ای بود که امریکایی‌ها دادن. وعندما طرحت موضوع تحديد الجدول الزمني كنت أقصد به الورقة الأمريكية المقدمة إلى لبنان مؤخرا. دولت لبنان خودش میتونه با مشورت با مقاومت تصمیمات خودش رو فمن هنا إن لبنان من خلال المشورة مع المقاومة من شأنها أن تتخذ القرار الأنسب. بعد تعيينكم في منصب أمين المجلس الأعلى في إيران زرتم العراق واليوم لبنان، هناك ظروف متشابهة ما بين العراق ولبنان، أي رسالة تحملونها من هاتين الزيارتين؟ پیام شما از دو سفری که انجام دادید به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی به عراق و لبنان چیست؟ مهمترین پیامی که به این دو کشور شما؟ پیام ما یک نکته اساسی دارد رسالتنا تقتصر على نقطة أساسية بحتة که برای ایران نقطه مهم این است که دولت‌های منطقه مستقل و قوی باشند. حيث أنه مهم لإيران أن تكون دول المنطقة هي سيد نفسها ومستقلة في قراراتها. احتیاج به دستور از اونور آب ندارد. وأنها لا تحتاج إلى تلقي الأوامر من ما وراء المحيطات والبحار. لذا ما توافقی که با صبر کنیم. لذا ما توافق امنیتی که با عراق داشتیم بر این اساس المنطلق وبعد توقيعنا على الاتفاق أو الوثيقة الأمنية مع الجانب العراقي که همکاری مشترکی برای پایداری دو کشور داشته باشیم. أكدنا
من خلال توقيعنا على هذه الوثيقة أن تكون لدينا أساس أو قاعدة للتعاون الأمني بين البلدين حفاظا على الاستقرار والازدهار في المنطقة. حرف ما این است هذا هو كلمتنا بالأحرف الأولى، هر کشوری إنه أي بلد مهما كان هذا البلد، هر کشوری أي دولة حق مهما داره كانت، برای آینده خودش تصمیم بگیره. لها هذا الحق لكي تقرر مصيرها وتخطط لمستقبلها. ما طرحی برای لبنان نیاوردیم، نحن لم نأتي معنا بخطة بعينها إلى لبنان، ولی آمریکایی‌ها طرح برای شما آوردن. إلا أن الأمريكان هم الذين أتوا لكم بورقة من عندهم. ما میگیم خودتون تصمیم بگیرید. نحن دوما نقول ونوجه هذا الخطاب لكم بأنكم أنتم سيد قراركم وأنتم الذين تتخذون ما القرار بأنفسكم، دخالتی در تصمیم گیری شما نداریم. فلا تدخل لنا في شؤونكم الداخلية واتخاذكم للقرار. دوستان عزیز، کی به کشور شما حمله کرد؟ سؤالي موجه إليكم أيها الأصدقاء الأعزاء، غیر از اسرائیل؟ من الذي اعتدى على بلادكم؟ پس مراقب باشید اسرائیل از راه دیگه چیز دیگه به شما تحمیل نکنه. أليست إسرائيل هي التي اعتدت عليكم؟ فعليكم أن تديروا بالكم وأن تتخذوا الحيطة والحذر حتى لا تعيد الكر عليكم. اون کاری که از طریق جنگ نتونست انجام بده از فشار دیگه استفاده نکنه، به ما شما لم تحمیل تتمكن کنه. إسرائيل من تحقيقه من فوهة البنادق فعليكم أن تنتبهوا أنها لا تعملها من طرق أخرى، جای دوست و دشمن رو عوضی نگیرید. وعليكم أن تميزوا بين الصديق والعدو، مقاومت سرمایه ملی شماست. وعليكم أن تعوا وتعلموا بأن المقاومة هي رأس مال عظيم وكبير لكم، سرمایه ملی کل کشورهای اسلامی است. رأس مال وطني للعالم الإسلامي بحذافيره. میخواهند با تبلیغات جای دوست و دشمن رو عوض کنند. إنهم يريدون من خلال الإعلام الكاذب أن في الحقيقة يفرقوا أن يغيروا بين مكان العدو والصديق. دشمن شما اسرائیل هست که به شما حمله کرد. فعدوكم هي إسرائيل التي اعتدت عليكم، دوست شما کسی است که در مقابل اسرائیل مقاومت کرد. وصديقكم هو الذي تصدى لإسرائيل وواجهها. قدرش رو بدانید. فعليكم أن تعلموا الفرق ما هو. دكتور، ما رأيكم بازدواجية المعايير التي تنتهجها الدولة اللبنانية خاصة أنها ترحب بالإبحار دوگانه دولت لبنان، استاندارد دوگانه دولت لبنان که به عربستان وتم مناقشة الورقة الأمريكية في جلسة حكومية و اون رو با جلسه دولت هر اظهار نظر ایرانی رو مداخله میکنه. چرا یک همچین استاندارد دوگانه ای رو داره؟ و پیام شما به وزیر خارجه چرا این مسئله رو از من سوال میکنید؟ لماذا طرح هذا السؤال مني أنا؟ لماذا لم يعترف عن فرجي وزير الخارجية؟ چرا با وزیر خارجه لبنان ملاقات نکرد؟ من زمان محدودی داشتم در اونجا. لدينا ضيق من الوقت. عنایت خاصی. آیا اگر اسرائیل به صورت نظامی عملیاتش رو تشدید بکنه علیه لبنان، آیا از نظر نظامی در کنار ما؟ اگر دولت لبنان از ما کمک بخواد کمک میکنه. في حال طلب الحكومة اللبنانية نحن جاهزين طبعا. ابراز انزجار رسمی کرده که ایران یه همچین موضعی رو گرفته و گفته که مداخله داره میکنه و تصویه هم شده. آیا موضع رسمی ایران واقعا همین که یا که نه افراد خودش؟ شما تلاش نکنید موضع رسمی ایران رو تغییر بدید. یه بار دیگه صبر کنید. شما تلاش نکنید
که موضع رسمی ایران رو تغییر بدید. أنا أطلب منكم أن لا تحاولوا بالتغيير موقف رسمي إيراني. من مسئول امنیت ملی کشور، أنا المسؤول عن الأمن القومي الإيراني. من با صراحت داره میگم ایران هیچ قصدی برای دخالت در امور کشوران من جمله لبنان ندارد. وفي إطار هذا المنصب أقول لكم بصريح العبارة بأن إيران لا تنوي على الإطلاق اگر از ما التدخل في شؤون أي دولة كانت بما فيها لبنان. دولت لبنان با طوایف مختلف مباحثه کنه به نتیجه برسه، هر نتیجه رسید ما قبول داریم. نحن نحترم أي نتيجة عندما في الحقيقة تنسقها الحكومة اللبنانية مع مختلف المكونات، اگر از ما کمک بخوان کمک میکنیم. ولكن في حال أي طلب من الحكومة اللبنانية لتقديم المساعدة لهم نحن دخالت در امور لبنان رو کسی میکنه که به شما طرح میدهد. الذي يتدخل في شؤون لبنان الداخلية هو الذي يقدمكم ويزودكم بورقة و زمان بندی میدهد برای اقدام. ويزودكم بجدول از ويحدد لكم جدول هزارها زمني کیلومتر اونورتر من آلاف الكيلومترات. ما طرحی ندادیم برای شما. نحن لم نقدم لكم. يعطيكم عافية يعطيكم عافية يعطيكم عافية. تحدثتم عن ان الرئيس بري هو من قام بترتيب هذه الزياره. شما گفتید که آقای نبی بری ازشون تشکر کردید که یک همچین دیدار رو بر شما تنظیم. توی دیدارتون با آقای نبی بری چه گفتید؟ آقای نبی بری از دوستان قدیمی ماست. الأخ نبيه بري من أصدقائنا القدامى. من 12 سال رئیس مجلس بودم و با ایشون همیشه رفیق بودم. كنت أتولى قبل هذا المنصب 12 سنة رئاسة البرلمان الإيراني وكنا متواصلين مع بعض و وباستمرار. امروز یک مرد سیاسی میدان لبنان است. واليوم هو شخصية ورجل الساحة السياسية في لبنان. من هم با رئیس جمهور ملاقات کردم، هم با آقای نبی بری بالإضافة إلى دولة رئيس مجلس النواب التقيت كذلك و بفخامة با الرئيس. برخی از سیاستمداران ملاقات میکنم. ولدي كذلك لقاءات أخرى مع المسؤولين السياسيين الآخرين. نظراتم رو شفاف میگم. وفي كل لقاء إنني أصارح المسؤولين يعني بكل شيء. آقای رئیس جمهور من گفتن ما میدانیم ایران دوست لبنان هست. أثناء فخامة الرئيس هو أعلن بصريح العبارة بأننا نعلم جيدا بأن إيران هي صديقة للبنان. من گفتم من به عنوان دوست لبنان میگم ما هیچ قصدی برای دخالت در امور لبنان نداریم. ثم أنا علقت على هذا الكلام من فخامته بأننا كإيران وكصديقة للبنان لا ننوي أي نوع من التدخل لشؤون لبنان الداخلية على اما الإطلاق، هر کمکی از ما بخواید کمکتون میکنیم. إلا أننا جاهزون لتقديم أي نوع من المساعدة لكم كحكومة. و همچنین ما هم همیشه توصیه میکنیم قدر مقاومت رو بدانید. وكذلك كنا وما زلنا ننصحكم بالحفاظ على المقاومة وأن تقدروها عاليا. شما دوستان یادتون هست یه زمانی اسرائیل ظرف یه روز اومد بیروت رو گرفت؟ أكيد لا يخفى على أي أحد منكم بأنه إسرائيل في يوم من الأيام أتت واحتلت بيروت خلال يوم واحد. اون روز حزب الله نبود. آنذاك لم يكن أثر أو وجود لحزب الله. امروز حزب الله جلوی اسرائیل رو گرفت ولكن اليوم حزب الله موجود ويتصدى لإسرائيل. و در حالی که اسرائیل درنده تر شده اما حزب الله جلوشو گرفت. إسرائيل ولو أنها اليوم تحولت إلى حيوان مفترس، ولكن نجد حزب الله يقف ضد هذا المفترس. ما دوست شما هستیم. نحن أصدقائكم. به شما توصیه میکنیم ننصحكم جميعا قدر دوستانتون رو بدونید. أن تقدروا أصدقائكم تقديرا قويا. في حال نهار ماذا عن إعادة التعقيب على كلامك؟ التعقيب على إعلامك. دكتور علي، ماذا عن إعادة الأعمار وربط سلاح المقاومة الإسلامية؟ وهل تم مناقشة بلد نزع سلاح المقاومة مع الرؤساء المسلمين؟ آیا موضوع خرید سلاح هم با این مسئولین لبنانی مطرح شده؟ در خود
مورد بازسازی در مورد بازسازی لبنان ما هر کمکی بتونیم به فيما لبنان يخص می‌کنیم. إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في لبنان، نحن في الحقيقة سنعمل أي جهد إذا تمكنا من ذلك. تا امروز هم کمک‌هایی کردیم. ولغاية الآن قدمنا مساعدات يعني بهذا انشاءالله الخصوص. باید دولت لبنان زمینه‌های فراهم کنه کشورهای مختلف کمک بکنه. إن الحكومة اللبنانية يجب أن تمهد الأرضية للدول الأخرى في الحقيقة إيصال مثل هذه المساعدات أكثر حالا فأكثر. لازم نیست همه مسائل اسلام در این جلسه حل بشه. ليس من الضروري أنه كل قضايا ومشاكل الإسلام أن تنحل في هذا بقیه رو بذارید برای جلسه بعد. لنترك بقية الأسئلة للجلسة. نمیشنوم چی میگید. لا أسمع الصوت في يتذكر. حال مضت الحكومة اللبنانية تفضل بتنفيذ هذا القرار، این تصمیم هل رو ستدعمون اجرا حزب بکنه، الله في تصعيد آیا داخلي في حزب لبنان؟ الله رو برای یک درگیری و تنش داخلی در لبنان حمایت ازش خواهید کرد اگر مثلا اجرا بکنه؟ من فکر میکنم حزب الله و دولت لبنان از فهم دقیقی نسبت به شرایط برخوردارند. أعتقد بأن حزب الله والحكومة اللبنانية يتمتعان بفهم وإدراك عميق ودقيق من الظروف الحالية، و به اون چیزی که شما تصور میکنید سوق پیدا نمیکنن. وإنني واثق تماما بأن الأمور لا تتجه إلى ما طرحته خلال سؤالك، آینده لبنان رو خوب میدانیم. ونحن نستبشر بالخير ومتفائلون بمستقبل خدا لبنان. حافظ. السلام عليكم. خلاص. لا شك ان هناك تغيرات كبيره بالمنطقه، هناك من راهن على تراجع محور المقاومه اليوم. لماذا دل بستن به عدم رفتن محور مقاومت الان وضعیتش چجوریه؟ آیا همچنان منسجم و پایدار هست و میتونه واقعا با این چالش‌هایی که پیش رو هست؟ محور مقاومت بر اساس دستور بیگانگان به وجود نیامد. محور المقاومة أولا علينا أن نقول بأنه لم يوجد بناء على أوامر الأجانب. اگر به تاریخ مقاومت نگاه بکنید میبینید همیشه در مقابل فشار بیگانگان جریان مقاومت به وجود آمد. لو نلقي نظرة على تاريخ المقاومة نجد أنها وجدت دوما متصديا لتدخلات أجنبية. مثلا در لبنان على سبيل المثال وقتی اسرائیل اومد بیروت رو گرفت لبنان. حزب الله به عنوان مقاومت به وجود آمد. بعد الاحتلال الإسرائيلي لبيروت آنذاك حزب الله تم تشكيله. در عراق في العراق أيضا نفس الشيء. وقتی که عراق توسط آمریکا اشغال شد عندما احتل العراق جریان مقاومت در اونجا به من وجود آمد. قبل الولايات المتحدة الأمريكية وجدنا تيار المقاومة هناك قد تم تشكيله. در یمن ونفس المثال ينطبق كذلك على وقتی اليمن. اونجا شروع کردن بمباران کردن مقاومت در اونجا به وجود آمد. عندما اليمن تعرضت للقصف وجدت المقاومة. پس مقاومت با دستور به وجود نیامد که از با خلاصة دستور بود. القول ان المقاومة لم يتم تشكيلها هيك او وجودها من خلال توجيه الاوامر. جریان اصیل هست. فان المقاومة هي تيار مبدئي واصيل. مقاومت به قلب ها حکومت میکنه، ان المقاومة تحكم القلوب قبل كل شيء. نه بخشنامه. نعم. بخشنامه وليس